السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات سميره في الكوزينه. فيديو اليوم اخواتي غنتقاسم معكم فيه 4 كيلو ديال حلويات اللوز، واحد الطلبيه اللي سريعه جدا سهله في المتناول ديال الجميع. طلبيه اللي تحضرات يعني في يوم واحد فقط. 4 كيلو ديال حلويات اللوز، 3 ديال الشكيلات. الشكل الاول يكون هو هذا المشموم، الشكل الثاني تكون عندنا يعني لعشاق يعني الكعبه. طريقه جد سهله مبسطه جدا للمبتدئات وكذلك الناس اللي كيخدموا لي كوموند. عندنا كذلك الشكل الثالث هو هاد يعني المروحه او الفرفره، كل واحد كيفاش كيسميها. حتى هي شكل زوين كيجي هماوي وكذلك ساهل في التحضير ديالو. لما نطول عليكم اخواتي فبسم الله على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. فاول حاجه هنايا عندي 2 كيلو ديال اللوز. كتاخذوا 2 كيلو د اللوز، من بعد ما كتفسخوهم من طبيعه الحال في الماء غليان، كديروهم هكا في الماء غليان، طلعوا فيهم الغليه وغادي تفسخوهم وتنشفوهم، يعني باتوا ليله كامله ولا من الصباح للعشيه. وكطحنوا اللوز ديالكم سواء في البيت او لما تكون هكا كميه كبيره، فكتديو هكا عند العطار اللي كيطحن يعني اللوز، كطحنوه يعني حتى كيولي عندكم هكا معلك. وكتجيبوه كنديروا في واحد القصريه هكا وكنضيفوا عليه الزبده تكون خاصه بالاكل باش كيكون عندنا المذاق ديال الحلوه د اللوز تكون زوينه. هنا تقريبا في كل كيلو كنحتاجوا 60 غرام ديال الزبده، كيف قلت لكم سبيسيال يعني خاصه بالاكل. هنايا عندي 2 كيلو ديال اللوز، فدرت له تقريبا 120 غرام ديال الزبده. وغنحتاج باش نعركو هكا ولا باش نعجنو المزهر، وغنحتاج كذلك الروح الزهر غنضيفها في الاخير. هنايا خديت يعني المزهر قرعه صغيره كفاتني فيه. يعني المزهر يكون كذلك تا هو نوعيه جيد. كتبداو هكا تضيفوا بشويه وانتم كتعركوا اللوز ديالكم. انا هنا شويه كان عندي يعني نشف ليا شويه لان درتو الصباح، يعني طحنته في الصباح وحتى الليل. انا عاد كنخدم حلويات اللوز يعني كنسهر عليهم بالليل وكيصبحوا عندي يعني مخدومين ناضيين. تاخذوا اللوز ديالكم كتبقاو تضيفوا له بشويه المزهر وانتم كتعركوا. يعني اللوز راه كيبغي العريك مزيان، يعني فيه واحد المجهود، ولكن كطلع لكم يعني من بعد ما كتخدموه مزيان فكتخرج لكم واحد النتيجه اللي هي زوينه. اللوز ديالكم يعني كيولي هكا ملس وكيولي رطاب وكيساعدكم في الخدمه بزاف يعني. واخا تكوروه وتخليوه يعني واحد اليومين ولا حتى 3 ايام في الثلاجه فما كينشفش ما كيقصحش لكم نهائيا، كتخدموا به يعني الحلويات ديالكم على خاطركم. يعني اللي كتكون يدو خفيفه فواخا يخدمها في نهار واحد يعني واحد الكميه كبيره، واللي يدو هكا ثقيله فغتخدموا هكا كلشي في دقه واحده وتعركوه مزيان حتى كيتنسجم ليا اللوز وكيطلق داك الزيت ديالو. ما تخافوش منه نهائيا. كتبقاو هكا مره وانتم كترشوا المزهر يعني، وداك الزيت كيعاود عاوتاني كيدخل في اللوز. يعني ما تحاولوش انكم تحيدوا له داك الزيت اللي كيطلق، لان الا نشفتوه من الزيت فراه غادي تجيكم العجينه ديال اللوز ديالكم قاصحه بزاف ما غاتجيش زوينه، حتى في الماكله ديالها كتولي ناشفه بزاف. خليو نتوما كتشوفوا يعني واخا تشوفوا الزيت مطلوقه بزاف يعني من اللوز، فكتبقاو ترشوا غير المزهر مره وانتم كترشوا كتعاودوا تعركوا مزيان، وراه كيعاود يشرب داك الزيت ديالو كامل حتى كتخرج لكم هذه النتيجه اللي كتشوفوا قدامكم. كتكوروه يعني كتكون الكره عندكم قاده ما فيهاش نهائي لا تشققات ولا هكا دوك الطريفات اللوز باينين ولا حتى شي حاجه. وكتحاولوا هكا كتحربلوه بين يديكم وتطرقوه هكا الحربوا الحيني، واخا ترقوه لاقصى درجه راه ما كيتقطعش نهائيا. فهنا كتكون النتيجه يعني راها ناجحه جدا، والعجينه اللوز ديالكم ناجحه مزيان. على هذا الشكل هذا كناخذ يعني من بعد ما كنكمل العجينه ديالتي كامله فكنحاول انني كنقسمها على 2، ونعاود نص واحد كنحتفظ به هكاك مجموع، والنص الثاني كنعاود نقسمو على 2، يعني باش نخرج 3 ديال الشكيلات ديال الحلويات كيف ما سبق وقلت لكم. غنحاول نديرهم هكا في بلاستيك غذائي كل يعني قسم بوحديتو. وغندوز نحربل اللوز ديالي كامل، يعني كنعبرو بالميزان باش تجيكم الحبه قد اختها. حاولوا تعبروا بالميزان، يعني ضروري الميزان في هذه العمليه هذه، ولا اللي عينها ميزانه يعني كتجيب داكشي تقريبي فممكن انكم تخدموا يعني غير بعينكم ميزانكم. المهم اننا ضروري كنخدم بالميزان باش كتجيني الحبه قد اختها. النص اللي كبير ديال اللوز فكنحاول انني كنحربلو كامل على شكل هكا بودانات صغيورين باش نخدم بهم الكعبه على هذا الشكل كيف ما لاحظتوا. والنص الثاني اللي قسمته على 2، النص ديالو غادي نكورو هكا على شكل كويرات، والنص الاخر نخليه صحيح باش غادي نخدم معكم المشموم. المهم هذا الشكل 2 ديال الاشكال اللي حربلت هنايا، الاول ديال الكعبه والثاني ديال يعني ديال المروحه او ديال الفرفره. وغادي نخلي النص الثاني الثالث يعني القسم الثالث ديال اللوز غنخليه هكا كيف ما كتلاحظوا في الجانب صحيح، وغنخليه هكاك حتى غادي نخدم به. غتشوفوا معايا الطريقه اللي سهله وسريعه في التحضير ديالها ديال المشموم. هذا هو اللوز كله
قاديتو ساليتو، فغادي نغطيه بالسلوفان ونخليه جانبا وندوز نعجن معكم العجينه اللي غنخدم بها اللوز. العجينه اللي كتجي ناجحه 100%، ما كتنفخش لنا نهائيا في الطياب وكتجي محمره وزوينه. ممكن ناخذ هنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض يعني خاص بالحلويات، يكون نوعيه جيده. ناخذ معاه واحد قبيصه الملح كرشيشه، وناخذ معاه نص باكيه ديال لده يعني ديال زبده خاصه بالتوريق، ماشي ضروري لده، اي نوع تتفضلوا او لا متواجد يعني عندكم غتخدموا بالنص ديالو، يعني تقريبا 125 غرام ديال الزبده، نص كيلو ديال الفورص معاه 125 غرام ديال الزبده، قبيصه الملح، وغنضيف هنا واحد الملعقه تقريبا ملعقه كبيره ديال العسل اولا سكر كلاصي اللي بغيتو تخدموا به. ما ديروش غير سنيده لان السنيده فيها حبيبات غادي تبقى تقطع لكم العجينه في الماكينه. غنضيف مع هادشي كامل واحد جوج معالق كبار ديال زيت نباتيه، وغادي نبسبس هاد الخليط ديالي اولا هاد الطحين ديالي بهاد المكونات حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون مرمل، يعني كتدخلوا ديك الزبده مزيان في الخليط ديالنا كيف ما كتلاحظوا. عاد ندوزو باش نبداو في العجينه ديالته، يعني حاولوا انكم تبسبسوا في هاد المرحله هذه باش كتجينا ديك العجينه او ميم طون راها مقرمشه وهكا كتفتت غير بوحدها، وكذلك كتجينا رطبه وزوينه. المهم كناخذوا هنايا هاد العجينه ديالنا كنبداو نعجنوا بها بالمزهر، يعني شاط لي واحد شويه المزهر من اللوز، ضفت له شويه ديال الماء عادي غير من الروبيني، ونكمل به العجينه ديالتي، وغنضيف واحد القطرات من روح اللوز باش يعني بلا ما تحتاجوا انكم تشريو عاد قرعه واحده اخرى، يعني هاد القرعه هذه كتكفاكم في العجينه ديال اللوز. وكذلك يعني العجينه اللي ديال العجينه ديال اللي غنخدموا بها اللوز، وكذلك في العقده صافي كنرش غير شيشه ديال نبقى كنرش بشويه بشويه وانا كنعجن العجينه ديالتي. نحاولوا ما تديروش العجينه مرخوفه بزاف باش ما تعذبكمش في الخدمه. العجينه كتكون عندنا يعني شاده راسها مزيان، وراه هي ملي غتديروها في بلاستيك غذائي وديروها في الثلاجه فراه غادا ترخى لكم وغادي تطاوعكم في الخدمه. ما كندلكوهاش نهائيا، يعني كنحاولوا نجمعوا العجينه ديالتنا ونديرها في بلاستيك غذائي ونحتفظ بها في الثلاجه حتى يعني كتحيدوا هكا المعينات اللي عندكم، تحيدوا الشغل اللي عندكم وترجعوا باش تبداو تخدموا بها. يعني كتنظفوا طاوله العمل اللي غتخدموا فيها وكل شيء كتوجدوا حداكم الماتيريال ديالكم المكونات اللي غتخدموا بها. عاد كندوز كنجبد هكا واحد الطريف ديال العجينه. عندي هنا حطيت حدايا كل شيء كيف ما لاحظتوا معايا. نحتاج هكا القطاعه الجراره المدلك، غتحاولوا تاخذوا واحد الموتيف صغير ولا نديروا به واحد الوريضه في الوجه ديال المروحه. غنحتاج كذلك شويه ديال اللوز باش غنزين اللوز يعني صحيح باش غنزين به المشموم، وكذلك بياض البيض اللي لصق به، وعندي هنا شويه ديال اللوز مهرمش باش غادي نزين به كذلك المشموم والمروحه بجوجهم. غادي نحتاج لهم شويه ديال اللوز مهرمش يكون رقيق ما يكونش غليظ. كنورق العجينه ديالتي يعني بمساعده ديال شويه ديال الطحين هكذا، كترشوا واحد رشيشه خفيفه ديال الدقيق، وغادي نطلق العجينه ديالتي بالمدلك. نطلقها هكا شويه كنرققها شويه كنعطيها الطول وكنجمعها هكا من الجوانب في الوسط، وكنعاود عاوتاني نطلقها وندوزها في الوراقه. كتحاولوا انكم تدوزوها من جهه هكا شويه غليظه، من بعد شويه متوسطه شويه حتى كترقق لكم العجينه. حاولوا العجينه ديال الحلويات اللوز كامله ديروها رقيقه باش كتجيكم يعني الحليوه اللي هي يعني هماويه وزوينه في الشكل ديالها، وكذلك ملي كتاكلوا الحلوه ما كتلقاوهاش عامره بالعجينه بزاف. كيف ما لاحظتوا معايا يعني العجينه رقيقه كيف ما كتشوفوا، يعني الفيديو راه واضح. هنا غنبدا معكم اول حلوه هي ديال المشموم. ناخذ العجينه اللوز او العقده اللوز اللي خليت هكاك صحيحه يعني ما كورتهاش، فكناخذها كنديرها ما بين بلاستيك غذائي هكا كنطوي عليها البلاستيك غذائي وكنسرح بالمدلك. حاولوا تعطيوها شكل مستطيل باش ما كتضيعوش منها بزاف يعني في الخدمه ديالها. كنطلق العجينه اللي ورقت كما كتشوفوا راه رقيقه يعني سطح العمل كيبان منها. كنحط يعني بلا ما كدهنوا في الاول بياض البيض كنحط العقده ديال اللوز هي الاولى، وعاد كندهن فوق منها شويه ديال بياض البيض وكنطوي عليها النص الثاني ديال العجينه. يعني راه كلشي واضح في الفيديو كيف ما كتلاحظوا بعينيكم. المهم كتاخذوا هكايا كتقادوها مزيان ديك العجينه على الوجه وتشوفوا هكا كان شي بلاصه عريانه كتقادوا لها العجينه من وجهها، وكنقادها نبرك عليها مزيان بالمدلك حتى كتلصق ليا العجينه مع العقده. ونبدا ناخذ هكا قطعه دائريه يعني متوسطه ما تكونش صغيره ما تكونش كبيره بزاف باش كيجينا داك الشكل ديال الحليوه ديالنا مقاد يعني ومتيول هكا وزويون في القياس ديالو. غنقطع بالجهه اللي كتكون مسننه وغادي كيف ما لاحظتوا معايا ونحطهم هكا قدامي. ندوز ديك العجينه او العقده اللي كيكونوا شاطوليه دوك اللي شيت هكا دوك الطريفات اللي كيشيطوا، كنحاول انني كنقيهم من العجينه ونعاود نخدم بهم مره اخرى.
كناخد هكا الدائره ديالتي كيف ما كتلاحظوا، كندهنها من الاطراف ديالها بواحد شويه ديال بياض البيض، وكنجمع الجوانب في الوسط. يعني خذوا القياس ديالكم باش تجيكم ديك الجمعه اللي كتجمعوها الوسط تجيكم مقاده، ويبقى لكم شكل ديال المشموم زوين ومقاد يعني من الجوانب بجوج. القياس اللي كيكون عندنا من هاد الجهه هو اللي كيكون عندنا من الجهه اللي مقابله معاها. وكناخذ هكا من قاش عادي، يعني السنان ديالو يكونوا رقاقين، ونبدا هكا نقشها من الوجه ديالها، ونثبت عليها هنا واحد اللوزه. يعني من بعد ما كنغطسها في بياض البيض كندخلها في داك الجهه اللي كتكون عندنا مجموعه في الوسط، كندخل فيها ديك اللوزه وصافي. كيكون عندنا شكل باين هكايا على شكل مشموم زوين، والمنظر ديالو زوين وراقي كذلك. كنحاول ندهن ليها داك الاطراف ديالها ببياض البيض، وكندوزها في يعني في اللوز المهرمش، وغادي نحطها في الطاوه حتى كتنشف ليا، ونكمل الكميه كلها ونخليهم يباتوا ليله كامله. عاد كندوزو نطيبوهم. من بعد كندوز للشكل الثاني اللي هو على شكل يعني مروحه او لا فرفاره، كل واحد كيفاش كيسميه. كناخذ العجينه اللي ورقت، يعني كذلك ورقتها رقيقه، كنحطها كنقطعها بنفس القطاعه اللي قطعت بها في الاول، غير هو كنقطعوها من الجهه اللي ما كتكونش عندنا مسننه. وكنبدا هكا نجمع، نحط الكرات ديال اللوز، يعني 16 غرام فيهم 16 غرام. هذا هو القياس اللي كندير انا في الحلويات اللوز كاملين، باش كيجيونا صغارين متوسطين، يعني ما هماش صغار بزاف ما هماش كبار. كنحط هكا الكرات ديالي فوق العجينه، وكنبدا نجمع العجينه في الوسط ديال الكرات اللوز هكا بالجوانب كيف ما كتلاحظوا، بطريقه اللي هي سهله. ما تجبدوش بزاف باش ما تقطعش لكم العجينه، كتحاولوا تجروا غير بشويه بشويه، وانتم كتجروا الاطراف وكتجيبوهم للوسط كيف ما كتلاحظوا في الصوره. صافي حتى كنكمل حتى هما الكميه كلها. كنغطسهم في الدقيق باش كيبقاو ليا هكا يعني ما كيلصقوش ليا على طاوله العمل ملي نبغي نطبعهم. كنكور بينات يديا في الاول مزيان حتى كنثبت ديك العجينه على اللوز، وكنحطهم في شويه ديال الدقيق ونحطهم حدايا حتى نكمل الكميه كلها. كنعاود معكم هنا وحده باش كتشوفوا يعني التثبيت ديال العجينه. حاولوا ما تجبدوش بزاف لان العجينه رقيقه، ولا جبدتوها فراه غادي تقطع لكم. كتجي قياس واحد ومقاده، والقياس ديال العجينه كيجي على قياس اللوز، ما كيشدش منها نهائيا. صافي كتكوروها مزيان وتغطسوها في الدقيق وتحطوها. من بعد كناخذ هذا الطابع ديال يعني المروحه، كنغطسو حتى هو في الدقيق، وكنبرك على الكره ديالتي سواء فوق يديا او لا فوق سطح العمل. بحال ضروري ما تغطسوا يعني الطابع ديالكم في الطحين، لانه غيلصق لكم عليها ما يبغيش يتحيد. وكتبداو هكا تحلوها بيديكم مزيان باش كتجي ديك الزواق اللي فيها اولا ديك التفليحات اللي فيها كيجيو باينين من بعد ما كطيب. ناخذ واحد الشيته اولا بانسو، كندهنها من الجوانب حتى هي ببياض البيض، وغادي ندوزها في داك اللوز المهرمش، وكنحطها حتى هي في الطاوه حتى كنسالي الكميه كلها، وندوزو باش نزوقوها يعني بديك الوريضه الصغيره اللي كتجي في ديك الحفاره اللي كتكون في الوسط. هنا خديت كذلك العجينه، بغيتو تلونوا العجينه باي لون وتخدموا بها لونوا. هنا تحت طلب يعني الكليانه بغاتها غير كلها لون واحد، ما كتبغيش يعني الملونات في العجينه ديال اللوز. صافي حاولت انني ندير وريضات غير باللون الابيض، يعني بالعجينه الطبيعيه، عجينه بيضاء. كندهن داك الحفيره بشويه ديال بياض البيض، ومن بعد هكا كنقطع وريضه صغيره بحال الياسمينه، وكنحطها في الوسط. صافي هذا هو الشكل ديالها، كيجي على هذا الشكل هذا. وكتحطهم حتى كذلك حتى هما يتكملوا الكميه كلها، وتخليهم يباتوا ليله كامله. حلويات اللوز كاملين تنبيتوهم ليله كامله اولا ليلتين على حساب الجو، وعاد تنطيبوهم باش هكا كيجيونا مزيانين، ما كيتنفخوناش وما كيتفرقعوناش في الفران. كل ما نشفت لنا العجينه اللوز كل ما كان احسن. وندوز معكم نحضروا يعني اولا نوجد معكم هكايا، نخدم معكم اللي كيبغيوها كاع الكليان كيطلبوها بزاف، هي الكعبه. فالكعبه كيف تنقولوا من السهل الممتنع، سهله في الخدمه ديالها وكذلك صعيبه في نفس الوقت، لان لما هكا ما حاولتوش معاها وما عطيتوهاش الخاطر وما قاديتوهاش مزيان، فراه ما كتخرج لكم شي يعني الشكل ديال الكعبه زوين. وكذلك لما عرفتوش الاسرار كيفاش تخدموها ولا كيفاش طيبوها، فرتا هي كتكون هكا صعيبه شويه على المبتدئات فقط. اما الناس اللي كيخدموا فبطبيعه الحال كيكونوا شدوا الخدمه بينات يديهم. ناخذ هنا واحد شويه ديال العجينه اللي ورقتها بنفس الطريقه اللي ورقت بها الاشكال اللي سبق، وكنحط قدامي هكا تكون على شكل طولي. كنحط فيها الحربولي
اللي حربلنا ديال اللوز، ديال العقدة اللوز، حتى هو كذلك فيه 16 غرام 15 غرام 16 غرام. ما تفوتوهاش باش كتجيكم الكعبه ديالكم زوينه ومقاده. صافي وكنحط هكا كنطوي عليها العجين هكذا غير القياس باش ما يبقاش شايط لكم العجينه بزاف، ويعني تخسروها يعني غير تتحيد تتقطع بالشراره. المهم كناخذ هكا كنطوي عليها العجينه وكنبدا نقاد. كتبداوها من الوسط ديالها وانتم كتقادوا هاد الجنب اللي من هنا اليمين والجنب على اليسار، كتاخذوا نفس العبار يعني من الوسط وانتم خارجين الجوانب باش كيجيكم القياس قد يعني اللوز اللي كيبقى على الجهه اليمنيه هو قياسه اللي كيبقى على الجهه اليسريه. يعني ما تجيو ديروش جهه صغيره وجهه كبيره كيف ما كتلاحظوا معايا. انا كنعاود معكم يعني وما بزربش الفيديو باش تشوفوها يعني تحت الطلب ديال بعض الاخوات اللي بغاوها يعني نبينها لهم مزيان كيفاش كتخدم. المهم هذه طريقتي انا في الكعبه. كنحاول انني كنقاد بيدي مزيان، من بعد كنحط يدي من مور الكعبه وكنبرك هكا يعني بالصبع الكبير ديالي، كنخرج هكا فيها واحد الضغطه اللي غير خفيفه بصبعي الكبير باش كتعطيني داك الشكل اللي هكا كتكون مقيوره من الوسط. صافي نكمل بنفس الطريقه هكا، كندير لها حتى هي شويه ديال الدقيق من التحت وكنحطها حتى كتنشف ليا في طاوه، ونستف الحليوات ديالي كاملين ونخليهم يباتوا ليله كامله حتى كينشفوا مزيان وتقصح ليهم العجينه. عاد كندوز باش كنبدا هكذا نتقب فيهم باش ندخلهم يطيبوا. الكعبه كيف ما كتلاحظوا كتاخذوها كتشدوها من التحت وكتقبوها وكتخرجوها في الوسط ديال الكعبه، ما تخرجوهاش من اللور من جهه الظهر باش ما كيبقاوش دوك التقيبات ديال الفنيته اولا ديال البرا باينين وكيخسروا لها المنظر ديالها. كذلك المشموته غادي نتقبوا هكا غير شي جوج تقبات ولا ثلاثه فقط، ما تكثروش بزاف. حتى التشكيل كذلك ديال الفرفره اولا ديال المروحه حتى هو غادي نتقبوا واحد جوج تقبات من الوسط ومن الجوانب، وغندخل كل شيء يطيب ليا الفران. كنسخن الفران مزيان وكنقص شي شويه عليها يعني كتخليو عافيه مهيله وكتبداو طيبوا غير بشويه. طيبوا من التحت وعاد هبطوها تحمر من الفوق. بالنسبه للفرن غازي فرن كهربائي شعلوا من الفوق ومن التحت وخليوها طيب في دقه واحده. صافي حتى كنطيب الكميه اللي عندي كلها وكنخرجها. يعني الحلويات اللوز ما كيبغوش تحمر بزاف، كيذهبوهم شي شويه وخرجوهم. كيف ما كتلاحظوا الكعبه كتجي مقاده يعني نهائيا ما كتنفخش، نهائيا ما كتطرطقش في الفران الا تبعتوا يعني النصائح وتبعتوا طريقه الخدمه ديالها، فراه غادي تنجح معكم ان شاء الله. كذلك المشموم والمروحه حتى هما اللوينات ديالهم مذهبين ما محمرينش بزاف وكيجيو هكا قابطين في راسهم. ما كتجيش يعني العجينه نهائيا مشققه ولا متقوبه. حاولوا انكم تخليوهم ينشفوا مزيان وقت كافي باش كتنجح لكم يعني العمليه. ملي كطيبوهم كتنجح لكم العجينه مزيان اولا الطياب ديالهم كيجيكم مزيان. كيف ما كتلاحظوا دزت هنا كنعمر يعني الكريطنات الطلبيه السيده اللي طالبه الكوموند. حاولت انني كنعمر يعني كل شكل في يعني في كرتونه بوحدو. اللوز فرقته على جوج كرتونات والاشكال الاخرى كل واحد درتو في كرتونه وكنوزن بطبيعه الحال دائما الميزان بالوافي. كنوزنوا الكريطنات ديالنا وكنعطيهم للسيده اللي طالبه الكوموند. هادو هما الشكيلات ديالنا اخواتي، ان شاء الله يا ربي يعجبوكم وينالوا رضاكم وبالتوفيق للجميع. الناس اللي كيخدموا لي كوموند اللي بغاو هكا يخدموا الشكيلات راهم ساهلين وسريعين كذلك في التحضير ديالهم. وهنا كيكون اخواتي الفيديو ديالي سالا معكم، الى اللقاء فيديو قادم بحول الله.